السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ نورتوا قناة كوكو نونا. اللي يخش يتفرج علينا بقى يعمل لايك وشير وسبسكرايب ويدوس على زر الجرس يجيلكوا كل جديد. تعالوا نشوف بقى شوية البسكوت دول اتعملوا بكوبايتين دقيق. عملوا لنا 45 بسكوتة. طبعا البسكوت غالي دلوقتي وكل حاجة غليت. احنا حاجتنا في البيت هنقوم نعمل حاجتنا بمكاليف قليلة أوي أوي أوي، وحاجة جميلة وحاجة شيك. يعني تحفة تحفة تحفة. خشوا بقى ايه نعمل ايه التجربة الجميلة دي بكوبايتين الدقيق. ايه رأيكم في الجمال ده؟ كوباية شاي بلبن بقى الصبح بالليل كده، ايه تبقى حاجة جميلة، عمايل ايديكي. حاجة تحفة، شكلها جميل ومقبول وطعمها جميل جدا جدا جدا. باكل بسكويت بقى قد كده دلوقتي بقى ب4 جنيه وب5 جنيه، وطبعا مش زي حاجة ايديكي ومش زي حاجة بيتك. تعالي بقى نعمل الطريقة. احنا معانا كوباية الا ربع سمنة على زيت، هي الربع زيت ومعلقتين 2 بس سمنة، ونص كوباية نشا، وكوباية الا ربع سكر، وكوباية جوز الهند الفنجان الصغير، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة خل. دي المقادير كلها، وبيضتين. انا طبعا بضرب البيض على الزيت والسمنة والسكر، بضربهم قوي، وحطيت الخل. لازم السكر ينعم قوي قوي. وحطيت معلقة بيكنج باودر. كده انا حطيت اللبن البودر والنشا والبيكنج باودر على الدقيق. 3 حاجات دي بقلبهم. دي نص كوبايه اهي، دي كوبايه جوز الهند الصغننه دي، ودي فانيليا سايله. وحطيت بقى الخليط الناشف كله على بعضه، اللي هو اللبن والبيكنج باودر والنشا. طبعا انا ضربت الخليط في الخلاط، في الخلاط. قلبت الدقيق اهو، بحطه ايه حبه حبه كده بالتدريج. طبعا هم خدوا على كوبايتين الدقيق، خدوا كمان فنجانين من الصغيرين دول يعتبروا نص كوباية. يعني خدوا كوبايتين ونص دقيق، عشان انا اديتهم فنجان ده فنجان في فنجان، فعملوا نص كوباية مش صغيرة. انا بقلب طبعا كده بقى، حطيت لقيتها طبعا هي طبعا طرية اهي. فانا هحط الفنجانين دول كده ايه بالتدريج. انا مش عايزاها سايله ومش عايزاها، لو هي تبقى سايله وعايزه تعمليها بقمع هيتعمل، يعني عايزه تشكليه بقمع هيتشكل. لكن انا هعملها ايه ماسكه شويه، هعملها بالطريقه اللي انتوا ايه هتشوفوها دي. فانا بحط الفنجانين الصغننين دول ايه حبه حبه كده. حطيت فنجان وبحط التاني اهو. انا مش عايزاه ايه اهي، مش عايزاها تبقى ماسكه قوي ولا عايزاها طريه قوي. بقعد اعجن بقى فيها كده، انا بلم بس مش بعجن. يعني بص، هو السمك ده جميل جدا لو هتعمليها بكيس او بقمع. بص العجينه عامله ازاي تحفه. طبعا اهي انا لميتها اهي، عوزت ايدي زيت بس ولميتها ونتفت من الطبق اللي انا عاجنه فيه اهو. بص جميله ازاي، والطبق نضيف اهو. انا فضيتها كده في طبق دول انا جايباهم كده، هبقى اوريكم العلبة بتاعتهم. بيكون حاجة عريانة في التلاجة، بتغطي بيها عجينة، بتغطي بيها كيس كامل كده. طبعا انا جايبة هنا الوان اللي هي الصحية، جايبة الاخضر وجايبة ايه الاحمر. خدت حتة قسمت العجينة على ايه 3، بس الاكتر كان الابيض. بعجن الحتة الاول خضرة كده معاكم، وانتم منورين قناة كوكو نونا ومشرفيني. ولايكات
وتدوسوا بقى على زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد، وسبسكرايب كده، وكونوا دايما مشرفيني ومنوريني، وكومنتاتكم الجميلة ربنا يخليكوا ليا يا رب. ومتشكرة كل المشتركين اللي داخلين لي خارج مصر وداخل مصر، كلكم على دماغي من فوق عشان ما انساش حد، كلكم مشرفيني طبعا. انا طبعا عملت الحته هي الخضراء، اجيب اللون بقى الاحمر، ده الوان صحيه من عند بتوع الحلويات. انا بحب طبعا اجيب الحاجات دي في البيت. العبوه الصغننه دي ب17 جنيه، يعني الازازه الصغننه دي ب17، بس بتعمل يعني بتفضل عندك شويه يعني على حسب استعمالك. انا حطيت هنا ايه الاحمر عشان تبقى حته عجينه خضراء وحته عجينه حمراء وحته اللي هي ايه هتبقى البيضه. بصوا العجينه طريه، مش يبست ولا حاجه. هي العجينه كده تبقى في ايديكي، ويعني تبقى طريه وما تكونش بتلزق ولا في ايديكي ولا حاجه. يعني بص العجينه بتتشكل هي في ايدك من غير تلزيق من غير اي حاجه اهي كده. انا عملت الحته الحمراء كمان كده، بقت الاحمر والابيض والاخضر اهو. هلبسهم الكيس ده تاني يرتاحوا لغايه ما اجهز الصواني واولع الفرن. انا دهنت بس كده بالفرشه على خفيف قوي الصواني. طبعا انا عندي عجوه هنا، لو عوزتها هعمل بيها حاجه، ما عوزتهاش مش هعمل بيها النوبادي. طبعا انا بكور كده ايه العجينه صغننه، عايزه تصغري عن كده صغري، يعني تبقى قد البندقه صغيره كده، يعني انت كده مكبراها شويه. عايزه تعمليها قد البندقه صغننه اعمليها. انا مش حاطه غير معلقه بيكنج باودر بس، معلقه كبيره، يعني عشان ما يفرش قوي زياده عن اللزوم. انا بكور بقى الكميه كلها، بقربها كده عشان ايه تشوفوها اوضح. حاجه جميله في البيت وطعمه جميل جدا والله العظيم. انا حاطه في العجينه طبعا جوز الهند. انا طبعا عملت معاكم وبططت كده البسكوته، لكن لا انا رجعت شلتها تاني وكورتها وسبتها متكوره عشان ايه نبقى ايه في مصداقيه. سبتها زي اللي انا حطيتها المدوره دي، دول كده انا بططتهم شلتهم تاني وعملتهم مدورين. ما رضيتش افردهم عشان هم هيتفردوا شويه مع السوا. طبعا انا حطيت حته صفرة مع حته حمرا كده، بعمل تجارب. طلعت شكلها جميل جدا، 3 الوان تحفه. انت في ايديكي بقى تشكلي اللي انت عايزاه في العجينه. طلعي بقى المهاره كلها في اللي انت ايه تشغلي دماغك وتعملي الاشكال اللي انت عايزاها. هي افضل والله العظيم من البقسماط بتاع الفرن وافضل من بسكويت الفرن وافضل من كل حاجه بتاعت الفران. يعني الحاجه بتتساب مكشوفه وبتتساب متعريه، فحاجه البيت انضف واحسن. وكميه هترميلك طبعا استحاله، يعني هتجيبي الكميه دي من بره تشتريها بشغل بيتك وشغل ايدك من بره كده. دول كوبايتين دقيق وكوبايه الا ربع زيت على سمنه وكوبايه الا ربع سكر ونص كوبايه نشا وبيضتين وكده ومعلقه بيكنج باودر ومعلقه خل وحبه فانيليا. دي انا بعمل بقى البيضه بقى ايه عملتها كده. كنت ممكن كله اشكله بالمنظر دوت وما اعملش العجينه فيها اخضر وفيها احمر، بس انا حبيت ايه اوريكم الفكره. انتوا لو عايزينه تعملوا كله الابيض ده اعملوه عادي مفيش مشكله. عايزين ايه التشكيل دوت، هما كوبايتين ونص دقيق مش مشكله يعني. تعملوا التشكيل دوت زي ده كده ماشي، عايزين تعملوا ابيض ماشي، بس انا حبيت اوريكم كده واوريكم كده. وطبعا الحريه في ايديكم انتوا، اللي انتوا عايزينه ايه اعملوه. انا طبعا بفرد دول كده
وهوريكم بقى هعمل فيهم ايه تاني. دي جميلة قوي، طلعت جميلة قوي 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 برضو، اللي هي البيضة المفرودة دي. والتاني جميل برضو، شكله جميل وطعمه جميل برضو، مش وحش. يعني انتي لو رايحة عند حد، رايحة زيارة وجبتي علبة وعملتي فيها التشكيلة دي وخدتيها، جميلة جدا جدا جدا. بصوا بقى ايه النقشة دي، تعملوها كده يعني اي حاجة عندكم بقى. انا ده طرف القمع بتاع الكيك الكريم. اضحك الضحكة تطلع احلى. جميلة اهو، حاجة بيسك جميلة. نحط شوية جوز الهند كمان بقى، ايه احنا حطينا في العجينة، نحط بقى نرش عليها كده من فوق في الابيض دوت. طالعة طعمها تحفة 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 والله العظيم بجد. جربوها وتعرفوا اللي انا يعني بقول لكم بجد، اللي هو يطلع جميل. ومش مشكلة يعني، دول كوبايتين ونص دقيق. البنات اللي هم العرايس، البنات اللي هم طبعا هياخدوا اجازات المدارس ويقعدوا يقوموا يجربوا حاجة، شوفوا مية مية. بص السوا بقى، جميل جميل جميل. بصوا الابيض كمان تحفة، والسوا بتاعه طالع جميل. بص النعومية بتاعته، بصوا بيتكسر ازاي. مية مية. بقول لكم اعملوا لايك، اعملوا لايك كده. انا عندي فراولة فرماها طحناها، يعني مسوياها ومطحناها. بحط في النص البسكوتة وبوصل الجناب برضو كده. التزويق بقى في ايديكي بقى، اللي انت عايزه تسيبيها ساده سيبيها، عايزه تزوقيها زوقيها، اللي يعجبك. طبعا الحاجه انا قلت لكم دي تبقى في البيت، اللي هي حاجات التزويق دي تبقى عندكم في البيت. اي وقت عايزين تعملوا حاجه زي كده تبقى عندكم جاهزه. هم دول انا كنت قايله لكم ان انا جايباهم، كانوا ساعتها جايباهم ب10 جنيه. عملت منهم حاجه قبل كده، كاسات، وبعمل منها دوت البسكوت، وهيتعمل منه حاجه تانية. طبعا ايه، انا بحط هنا بسكوتين في بعض، وفيه هعمل بسكوتة واحدة اهي. اختياري بقى، عايزة تعملي بسكوتين في بعض هتعملي، عايزة تعملي بسكوتة واحدة هتعملي. حاجة ايه بقى، ايه براحتك. وهنا جوز الهند برضو. هنا غلطت وبحطها في جوز الهند قبل ما احطها في المربى. طبعا بقى ايه، بص الطبق جميل جدا ومش مكلف. اوريكم الزبده اللي انا كنت عامله بيها، الزبده اللي انا كنت عاملاها في البيت. دي خدت منها اللي هي المعلقتين. ودي شوكولاته خام، عملت لها حمام ميه سخنه اهي. دي كنت جايباها ب10 جنيه برضو، خدت نصها وايه وعملت نصها اهي. اختياري بقى، دي حاجة بقى حرية وحسب الطعم اللي انت بتحبيه. عايزة تسيبيها سادة سيبيها، عايزة كده تطعميها بالاشكال دي طعميها. بس ايه، احنا بنقول حاجة في البيت احسن ما نشتري من بره. بصوا الجمال، ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ تحفة 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 تحفة. حاجة بقى بتاعت بيتكو، بتاعت ايديكو. ولايك وشير بقى وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم يكون احلى واحلى. وقوموا اعملوا التجربة ديت وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الجمال دوت. وحاجة رخيصة وفي البيت، وكوباية شاي بلبن اهو. بصوا الجمال، دول كوبايتين ونص دقيق، عملنا بيهم طبق بسكوت جميل جدا. وقلنا برضو لو رحنا عند حد نعمل برضو حاجات جميلة ناخدها معانا. يا رب يعجبكم ونقول اعجابكم. الجمال ده، كوباية فنجان شاي بلبن بقى اهو، نشربه بالليل نشربه الصبح. ونشوفكم بقى على خير في فيديو قادم، ومع السلامة.